ما كنتش متوقع ان مدينة مرسى مطروح بالجمال ده، ولكن اللي انا شفته في المدينة دي تخليني اقول ان دي من اجمل الشواطئ اللي موجودة هنا على مستوى العالم مش بس مصر. اهلا بيكم في مدينة الجمال مرسى مطروح. بص انا واقف في نص المية، الطبيعة الخلابة والمنظر اللي ورايا عامل ازاي. دي حمامات كليوباترا هنا في مدينة مرسى مطروح. ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك وفعل زر الجرس. طبعا شكل المية هنا استحالة انك تلاقي شاطئ في مصر بالجمال والروعة اللي انت شايفها دي. بص منظر المية عاملة ازاي. اهلا بيكم في مدينة الجمال مرسى مطروح. طبيعة خلابة في وسط مية زرقاء، وصخور اتكونت في قلب البحر من آلاف السنين، وشواطئ أشبه للمالديف، ومية فيروزية في شواطئ ما تعرفش عنها حاجة في مصر. شاطئ عقر الخادم هنا المية الفيروزية بتاعته مية فيروزية واخدة جمال الشاطئ كله، وكمان الرملة الناعمة. الشاطئ هنا رملي، تقدر ان انت تستمتع باجواء هاديه جدا. طبعا المكان هنا يعتبر هادي، مفيش ناس كتير ومش كل الناس تعرف الشاطئ ده في مدينه مرسى مطروح، وتقدر ان انت تاخد صور جامده جدا في المكان. لو انت كمان معاك كاميرا او معاك تليفون كويس هتقدر ان انت تطلع كواليتي جامده جدا بصور وفيديوهات ما حصلتش. الصخور هنا في الشاطئ ده عبارة عن تحفة فنية متبروزة في نص الشاطئ. بص جمال الصخور عاملة ازاي. بص هنا في الصخور هتلاقي الناس كلها كاتبة الأسامي بتاعتها وكاتبة الذكريات بتاعتها هنا، وطبعا السنة الجاية يجوا ويبصوا على نفس الاسم تاني إذا كان موجود أو مش موجود. طبعا شكل المية هنا استحالة انك تلاقي شاطئ في مصر بالجمال والروعة اللي انت شايفها دي. بص منظر المية عاملة ازاي. اجمل شواطئ موجودة في مصر شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي والعلمين. مية صافية تقدر انك تحس انك في المالديف. طبعا بيبقى هنا في الشاطئ متاح شمسيات لو حابب انك تقعد مع شمسية وكرسي، وكمان بيبقى متاح هنا خيم لو انت حابب انك تقعد جوه خيمة، وكمان هنا بيبقى فيه خيم تانية تقدر ان انت تقعد جواها. لو انت حاسس ان الشمس جامدة وحابب انك تقعد في خيمة ففي خيم هتلاقيها متاحة في كل حتة، ده غير الشمسيات اللي موجودة هنا. فده من اجمد الشواطئ اللي انت هتستمتع بيها في مدينه مرسى مطروح. النهارده احنا في شاطئ الجونه في منطقه الأبيض غرب مرسى مطروح، وشواطئ عمرك ما هتلاقي زيها تاني في مصر. بص نقاء الميه عامل ازاي. الميه صافيه بطريقه لا تتخيلها. طبعا انت ممكن تحس ان الشاطئ ده زاحم، ولكن الشاطئ ده حاليا مش زاحم لان احنا في عز السيزون، وعشان توصل للشاطئ ده لازم تاخد عربيه تدخلك لغايه الشاطئ. وطبعا ده كده شكل الشاطئ هناك. الناس كلها قاعده على مسافات تعتبر بعيده. شواطئ عمرك ما هتلاقي زيها في مصر. استحالة تلاقي نقاء المية دي في أي مكان تاني موجود في مصر. شواطئ هتحس نفسك أكنك في المالديف.
وفي طبعا جبل هنا بتقدر ان انت تطلع منه وتاخد صور جامده جدا من فوق، تلاقي الناس كلها طالعه فوق، سواء حابب ان انت تقعد او تاخد صور. الصور دي مش هتعرف تاخد زيها في اي مكان تاني. وده شاطئ عجيبة 24 كيلو غرب مرسى مطروح عشان توصل لواحد من أعجب الشواطئ اللي موجودة في مصر، وهتاخد فيه صور مش طبيعية. مية فيروزية كونت صخرة كبيرة في نص المية. واللي احنا فيه ده شاطئ عجيبه، ده واحد من اعجب الشواطئ اللي انت ممكن تشوفها على مستوى العالم. شاطئ اتكون في وسط الصخور وعمل منظر طبيعي خلاب. جمال الصخور اللي اتكونت من آلاف السنين مدية طابع خاص للشاطئ، استحالة تلاقي مكان زيه في مصر. وهتاخد هنا صور بجد مش طبيعية. ولكن بقى لو طلعت رحلة مركب في مطروح هتشوف ألوان للمية ما حصلتش. منظر المية هنا بيتغير طول الوقت ما بين المية الصافية ومية فيروزية. وده شاطئ أبو لاهو 10 كيلو من شاطئ عجيبة، وهتشوف شاطئ ليك لوحدك أراهنك إن كنت سمعت عنه قبل كده. ده من الشواطئ اللي تعرفها بس أهل مطروح. أكتر حاجة بتميز الشاطئ الهدوء اللي موجود في المكان. الشاطئ فاضي مفهوش زحمة، فتقدر إنك تستمتع بشاطئ ليك لوحدك. ما كنتش متوقع ان مدينة مرسى مطروح بالجمال ده، ولكن اللي انا شفته في المدينة دي تخليني اقول ان دي من اجمل الشواطئ اللي موجودة هنا على مستوى العالم مش بس مصر. اهلا بيكم في مدينة الجمال مرسى مطروح. بص انا واقف في نص المية، بص الطبيعة الخلابة والمنظر اللي ورايا عامل ازاي. دي حمامات كليوباترا هنا في مدينة مرسى مطروح. طبعا انا مش عارف اجيب الفيو كامل لان الدنيا زحمه جدا والناس كتير جدا، ولكن حاولت ان انا اخد اللقطات اللي اعرف اجيبها لكم. بص الجمال. وهنا كانت بتستحمى الملكة كليوباترا آخر ملوك دولة البطالمة في مصر، من أجمل المزارات التاريخية اللي موجودة هنا في مرسى مطروح. المكان زاحم جدا عشان اخترنا التصوير في وقت الغروب. لو ما بتحبش الزحمة تعال بدري، ولكن في الغروب هتشوف مشاهد محصلتش. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننقل لك التجربه كامله في مدينه مرسى مطروح عشان تكون مرجع ليك، تقدر وانت جاي مرسى مطروح تبقى عارف ايه اهم الشواطئ اللي انت تقدر ان انت تزورها، ايه اهم المزارات، ايه الاماكن الجديده اللي موجوده هنا في مدينه مرسى مطروح. ما تنساش الاشتراك في القناه واللايك وفعل زر الجرس.
ودي كانت جولتنا في مدينة مرسى مطروح. لو أول مرة بتشوفني ما تنساش الاشتراك بالقناة وفعل زر الجرس وشوف كل الفيديوهات اللي فاتت.